كلنا عارفين إن الصراع بين الشيطان والإنسان بدأ من بعد ما إبليس رفض يسجد لسيدنا آدم، وربنا عاقبه وطرده من الجنة. ومن هنا بدأت حرب الشيطان مع البشر. صراع الشيطان مع الإنسان كان مادة دسمة لكتاب السينما والتلفزيون، إنهم يقدموا لينا أعمال بيتناولوا فيها الصراع ما بين الشيطان والإنسان. أعمال كتير ما بين سينما ومسلسلات قدمت صور مختلفة لصراع الشيطان مع الإنسان، وفي الأعمال دي شفنا مواهب كبيرة قدرت إنها تقدم دور الشيطان بكل خبث ومكر. عشان كده احنا في فيديو النهاردة هنتكلم عن أحسن الممثلين اللي قدموا دور الشيطان في السينما المصرية، ويا ترى مين فيهم كان أشطر شيطان. بس قبل ما أكمل كلامي ياريت يا صاحبي تكون جهزت كوباية الشاي، لأن المشخصاتي هيبدأ الحكاية. بداية الحكاية كانت في سنة 1945 لما أنتجت السينما المصرية فيلم سفير جهنم، اللي فيه ناس كتير بتصنفه على إنه أول فيلم رعب مصري. من مميزات الفيلم ده السيناريو الجذاب. قصة الفيلم بتحكي لينا عن أسرة فقيرة بيقرر الشيطان إنه يختار الأسرة دي عشان يغريها بالثروة والمال. يوسف وهبي قدر يقدم دور الشيطان بشكل حلو جدا، لكن من ناحية الرعب فهو ما كانش عنده القدرة إنه يخوف المشاهد. وعشان كده صناع الفيلم لجوا للمكياج الخاص بشخصية الشيطان، زي مثلا انهم يخلوا شكله مسخ وعنده قرون. والصراحة الجرافيك اللي كان في الفيلم كان واضح جدا ان هما صارفين عليه، والخدع اللي فيه كانت حلوة. نجاح كبير حققه سفير جهنم. وبعد 10 سنين بتدور بينا عجلة الزمن، ونرجع تاني لصراع الشيطان مع الإنسان. في سنة 1955 قدمت السينما المصرية فيلم موعد مع إبليس. بعيدا عن قصة الفيلم فأكتر حاجة شدتني الفيلم ده هي الكاست. تخيل فيلم فيه اتنين من أقوى الممثلين اللي أنجبتهم السينما المصرية، محمود المليجي وزكي رستم. في ناس كتير بتحب تتفرج على الفيلم ده عشان تشوف المباراة التمثيلية اللي كانت بين الاتنين. قصة الفيلم كانت مختلفة 360 درجة عن قصة سفير جهنم. هنا الشيطان ما بيغويش الإنسان بالمال ولا بالثروة، ده بيغويه بالعلم. وده اللي بنشوفه لما الشيطان في يوم بيقابل الدكتور رجب وبيشتكيله رجب انه تعبان في حياته والفقر مطارده، لدرجة انه مش عارف يشتري لابنه الصغير بسكليتة. وهنا الشيطان بيتسلل نقطة ضعفه وبيعرض عليه العقد الملعون بتاعه. بس العقد ده مش هيكون الهدف منه ثروة، ده هيكون الهدف منه علم. الشيطان بيدي البطلنا قدرة خارقة من خلالها بيعرف الأمراض اللي بيعاني منها الناس، ومين هيموت ومين هيعيش، وكمان بيقدر انه يعالج الأمراض المستعصية. ومن هنا بتتبدل حياة الدكتور رجب وبيغتني وبيشتهر. من ضمن مميزات القصة دي اللي بتميزها عن قصة سفير جهنم طبعا هي النهاية. في النهاية بنشوف انتصار الإنسان على الشيطان، نفس النهاية اللي اتقدمت في فيلم سفير جهنم. لكن نهاية سفير جهنم كانت ساذجة شوية لأن معظم أحداث الفيلم كانت عبارة عن حلم. لكن قول لي، انت جيت ازاي؟ ومين فتح لك؟ زي ما انا كتبت لكم في عنوان الفيديو، المليجي هو اشطر شيطان قدمته السينما المصرية، وده يرجع لعدة اسباب. اولها ملامحه الحادة اللي ساعدته انه يكون واحد من احسن الممثلين اللي بيقدموا ادوار الشر في السينما المصرية. محمود المليجي كمان ما كانش محتاج مكياج خاص بشخصية الشيطان عشان يخوف المشاهد، هو كان قادر يعمل ده بكل بساطة من خلال الصرامة اللي كانت موجودة في نظرات عينيه وابتسامته اللي كانت كلها مكر وخبث، وضحكته الرنانة. الصراع بين الشيطان والإنسان بيستمر في سنة 1973 لما السينما المصرية بتنتج فيلم امرأة غلبت الشيطان. وهنا الشيطان اللي بيجسده عادل أدهم بيقرر إنه يكون مختلف عن أصدقائه الشياطين زي المليجي ويوسف وهبي. بعيدا عن الثروة والعلم عادل أدهم بيقرر إنه يغوي البطلة بالجمال، وده اللي بنشوفه لما بيظهر حفيد إبليس للخدامة الدميمة شفيقة وبيعرض عليها العقد الملعون بتاعه مقابل إنه يغريها بالجمال. وعشان شفيقة تكون جميلة زي ما الشيطان قال لها، كان المقابل انها تديله روحها بعد 10 سنين. اللي بيعيب الفيلم ده ان دور الشيطان في الفيلم كان ثانوي، وده طبعا ما كانش مدي مساحة كافية لعادل ادهم انه يظهر قدراته التمثيلية في دور الشيطان. الفيلم كمان فيه مجموعة من المشاهد الساخنة اللي كانت موجودة بغزارة في افلام السبعينات. كمان الفيلم نادر العرض على القنوات المصرية. طيب اتكلمنا كتير عن الممثلين اللي قدموا دور الشيطان في السينما، نيجي بقى للدراما. في سنة 2016 اتعرض مسلسل ونوس. شفنا في المسلسل ده قصة جديدة من قصص صراع الشيطان مع الإنسان. القصة بتبدأ مع ياقوت اللي بيظهر له الشيطان ونوس وبيعرض عليه العاد الملعون بتاعه، ومن هنا بتتقلب حياة ياقوت، وونوس بعدها بيطارده وكمان بيطارد مراته وولاده، وبيقرر انه يغوي كل واحد فيهم بطريقته. يمكن من أحسن مميزات ونوس هي النهاية، وشفنا في مشهد النهاية واحد
من أقوى الأداءات التمثيلية اللي قدمها يحيى الفخراني طول مشواره الفني. قدر عبد الرحيم كمال بقلمه المبدع إنه يقدم صورة خبيثة للشيطان مختلفة تماما عن كل الصور اللي اتقدمت قبل كده، وده اللي شفناه في شخصية ونوس اللي هو في الظاهر راجل عجوز ملامحه كلها براءة وهدوء، لكنه من جواه شيطان. وفي سنة 2022 بيستمر الكاتب عبد الرحيم كمال في تقديم شخصية الشيطان وصراعه مع الإنسان، وده اللي بنشوفه في مسلسل جزيرة غمام. الشيطان خلدون شخصيته قريبة شوية من شخصية ونوس. خلدون أول لما بيجي جزيرة غمام بيشقلب حالها وبيضل أهلها، لكن خطط خلدون بتبوظ لما بيقابل عرفات الأول لما بيشوفه بيعرف حقيقته على طول. طارق لطفي قدر انه يجسد دور الشيطان بحرفية شديدة جدا، مش من السهل على اي ممثل خالص انه يقدم دور الشيطان. ممكن الدور يطلع مرعب او ممكن يطلع هزلي وكوميدي، لكن طارق بموهبته الكبيرة قدر انه يسيب بصمته في دور خلدون. وفي نهاية الفيديو حابب أعرف رأيكم مين أحسن ممثل قدم شخصية الشيطان. مستني رأيكم في التعليقات. قبل ما أقفل ملحوظة، عايز أقول حاجة قبل ما أقفل الفيديو. هو ليه دايما يا جماعة الشيطان في أفلام السينما المصرية لازم يلبس بدلة؟ لو وصلتوا لحد هنا يبقى كده الفيديو عجبكم، فياريت ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة، وياريت كمان تفعلوا زر الإشعارات عشان يوصل لكم كل جديد. راح ده مطرحي. لا بلاش، رحمة بيك بلاش. اطلع بقى نموت. انت مين؟ انا اللي اخضعتك لارادتي، في اراده اقوى من ارادتك. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في قناة المشخصاتي عشان تشوفوا كل جديد المشخصاتي.